أقول أن هذا فضل من الله على أبناء الأقاليم المغربية الجنوبية، وأقول أن كل ساكنة الأقاليم الجنوبية هي تحب سيدي محمد السادس نصره الله وأيده بنصره، لأنه ملك الفقراء، ملك الشعب، لأنه هو الملك الذي قال أنه سيعمل مع المجتمع المدني، وهو الذي طرح بعد الدستور أن هذه قضية تعني كل مواطن مخلص لله وللوطن والملك، وأنها ليست قضية الحكومة أو قضية الملك هي قضية كل مواطن يحب هذا البلد على حدة، وكل جماعة تحب هذا البلد على حدة، وهو الملك الذي هذا بدون نفاق. أنا لا أنافق لأي أحد ولا أخشى إلا الله، وأشهد الله على ما أقول أن الكل يحب سيدي محمد، لكن الكل يتمرد على المكلفين بالمسؤوليات الذين لا يقومون بما يجب أن يقوموا به. نعم. هذا بالنسبة لك شنو رأيك في الحكم الذاتي اللي هو مفتاح؟ هل يعني الحكم الذاتي مفتاح التنمية الجهوية الصحراوية، يعني الحكم الذاتي؟ أقول إن هذا مكسب كبير، لأن أؤكد ولا زلت أؤكد وسأبقى أؤكد أن ساكنة هذه المناطق هم أناس يحبوا الشبابية، هم أناس من تعطيه قيمته وكرامته وخما تعطيه والو. احنا نقولوا عن الصحراوي المغربي الحق هو يشبع في راسه، يشبع في التوجيه، يشبع من يحس انه مكرم وان له ذو قيمه، ما يجوع انه باغي المال، يشبع انه باغي حقه، ما يقدر يتخلى عن حقه، ويشبع من يحس ان لقاش طارح بالاعتبار وانه متصنت له وانه يبغي ملاحظته. وهذا ان شاء الله قد ظهر الكثير من هذا بالخصوص في عهد سيدي محمد. نعم، هناك بعض يقولون بصرتك تقول هناك انفصال داخلي، يعني انتم جئتم من معتقلات بوليزاريو، وهناك يعني تلاحظون وتشاهدون هل هناك انفصال داخلي؟ وربما تقول بعض المصادر ان هناك انفصال تخدم في المغرب مع جهات خارج المغرب لكي خلقوا زعزعات استقرار المملكه المغربيه. هل بالفعل أنت ابن الصحراء، أنت ابن جبل، أنت ابن مدينة العيون بصراحة، هل هناك انفصاليون داخل المملكة المغربية وهم مصاد إلى المخابرات البوليزاريو ومخابرات الجزائرية؟ وأريد الجواب بصراحة يا أستاذ. بصراحة بالنسبة للشيوخ وبالنسبة للناس اللي دارت عقلها وبالنسبة للناس اللي مشات اللي دركت الحقيقة في مخيمة الدر والعار، هذه الفكرة ما طلعت متأتية ولا هي متأتية، لكن بالنسبة لضعاف العقول الشباب الصغير، بالنسبة راني كيف قلت لك بالنسبة للناس اللي وهمشت حتى حقوقها هي تشعر بشوية من الذنب، وهذا جعلهم أرض خصبة ممكن ربما هل هناك بعض هناك أشخاص يتجولون في أنحاء المملكة المغربية اليوم يعني كيقولوا كذا فوق من الصحراء المغربية، يعني هذا شيء صحيح؟ نعم. واش كاين هذا الشيء؟ نعم. هناك على ما أدركت أن هناك أناس كل التوضيح حول هذه الانتهاكات التي يقوم بها البوليساريو ومخابرات الجزائر، شي حاجه اللي تمس منهم كامله ولو تعد حقيقيه، يحاولوا يفركتوها ويحاولوا يلبسوها قطاع اخر، ويحاولوا يوضعوا التمرد للداخل يبقى. هذا موجود اكيد، وهم اللي مازالوا يعوموا في نعم، انت ابن الصحراء بالفعل.
هناك بعض المدن المغربية التي ربما نقول أن هناك انفصاليون في هذه المدينة. ما تبان؟ صحيح، لأنني بعد ما رأيتها وبعدما فتحت لي صدرها وهي صادقة وهي تريد الحقيقة، أدركت أن هناك من لا زال فيه رحمة، ومن لا زال يريد الحقيقة، ومن يعمل بصدق وجدية خلف سيدي محمد نصره الله وأيده. وهذه حقيقة. احنا والمناطق الجنوبية تريد عيش كريم يصل، واقترح مجرد اقتراح في كلمتي الأخيرة أنني ألتمس منهم أن ساكنة مدينة العيون والداخلة وسمارة ووجدو أن نطرقوا دار بالخصوص العيون اللي نعرف أنه فيها ناس محتاجين، نطرقوا ندقوا دار وكل دار نشوفوا اللي مازال ما توصل بحقه نسلموا له حقه، فهمتني؟ وبعدين نرى الإنسان يجبر عيشه كريم. غير الإشكالية هون هي أنه الخيرات كثيرة تأتي، كثيرة، وهي الخيرات لا تصل إلى ذوي الحقوق، وذوك الناس اللي يقطعوا حقوق الناس ما يوصلوا لها هم ناس وهميين، ذي قد يتفاضلوا فيه سنة سنتين 3 4، ولكن هو ماشي يكبر. الراجل كان عنده 2 دراهم ولا عنده 4، ولا عنده كارطية كانت تعيش دراري صغيورين، دابا ولاو الدراري كبار. هاد الدراري خاصهم يستفادوا ككل الناس. انت كتجي كتلقى الناس جاو لهاد البلاد من كل مناطق المغرب، وجاو من كل المناطق الدولية، موريتانيا، اسبانيا، تندوف، واستفادوا في الوقت اللي ولاد المنطقة اللي ما تحركوا. أنا جبرت ناس منهم كاع ولدي اللي كيقول لك ولدي حنا أصبح مفروض علينا عندنا نعودوا انفصاليين، ونمشيو للانفصاليين ونعودوا باش غير نشدوا كارطية، راه كلشي يتكلم عن كارطية يعني بطاقة ديال الإنعاش. هذه النقطة بالذات نبغي الجميع ينظر لها. ما نقول ولا تزكوا أنفسكم إن الله يزكي من يشاء، أنا صفت لك أنت حقا، ولكن إلا كانت أنا دابا كنبغي وليداتي كنبغيهم، وكنخدم باش نجيب وليداتي في الدار، ولكن إلا سلمت داك الشيء للمرأة والمرأة ما سلمتوش للدراري راه مشكل. هذه إشكالية. أسيدي نشوفوا الولايات، نشوفوا العمال، نشوفوا البشوات، نشوفوا الناس اللي خرجت عليهم هذا الشيء، نشوفوا الساكنات شكون اللي ما وصلوش حقه، جينا نفتحوا. وهذا شحال غادي يوصلوا هاد الناس؟ يوصلوا قالوا 75,000 ولات 85، نوصلوا من 100,000. هاد 100,000 إلا ساوي 35 مليون مغربي غير درهم، راه تعطيهم ميزانية شهرية درهم في النهار. كل حد نقولوا نطلبوا مساهمة بدرهم حتى إلا ما كان في الوقت الاقتصادي ياسر هو نوجدوا ناس. هذا هو اللي باغي نوصلوا له. ناس ولا عندها 4 ديال البنزينات هو ما كان عنده جبل، عنده ولا يعني غنى فاحش. هادو أعيان. واش كطالب تقريبا المطالب ديالكم؟ طريقة التفكير في إعادة الخطة الاستراتيجية، يعني واش شنو تقصي الحقائق؟ من أين لك هذا؟ والنظر في الضعاف والمساكين اللي كيطالبوا غير بحقهم والعيش الكريم فقط. ما دق دار جيب لنا لجنة أو هيئة أو إنسان منصف اللي باغي يوصل الرسالة، يوصل لكل حقه. الإنسان اللي عنده مشكل مستعمل، خذ العلم ولو من عقل المجنون. استمع، تصنت للمجنون. أنت عقل تصنت للمجنون. داكشي اللي قال خاطئ رجعتيه، واللي قال صحيح ما عندك إلى المفروض. وفي الختام أقول اللهم انصر سيدي محمد، واللهم انصر المغاربة المخلصين لله وللوطن والملك من طنجة إلى الكويت، واللي فيه شيء الله يخرج ليه القنبلة ديالو، واللي يبغي يتم راكب على هذه الموجة الكذبة الكبيرة اللي ولا كيتصورها حقيقة، لأنه الكذب بزاف يقدر واحد الوقت يولي كأنه حقيقة، لكن في يوم من الأيام يكشف الستار عن الكذب وتبرز الحقيقة.
جناب محمد بديع، الكلمة الأخيرة جريدة ذاكرة المدينة. خصوص الكلمة الأخيرة لصحفي ذاكرة المدينة، وإلى الأستاذ مدير الجريدة. كما أشكر الأستاذ مدير الجزيرة يعني مدير الجريدة، وأشكر اللي قايمين على هذا العمل كامل، أشكرهم جزيل الشكر، وأقول أنهم وطنيين، لو ما كانوا وطنيين لما تاحوا لنا هذه الفرصة، وأشكر الجميع. شكرا.